بص يا تانية بكالوريا، هي نصيحة مني بلاش تبدأ دروس دلوقتي في شهر 8. دي نصيحة مني، بلاش انك تبدأ في شهر 8. وهقول لك ليه لأسباب كتير. تمام، انا هقول لك ليه دلوقتي. بس في الاول والاخر انت حر وبراحتك، بس الكلام ده انا بقوله لك عن تجربة. قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وضروري جدا تعمل اشتراك في القناة لأن الفيديوهات اللي جاية تكون مهمة جدا لتانية بكالوريا. بص بقى، أنا في الأول قلت لك إيه، دي نصيحة مني، يعني أنت براحتك. تمام، حبيت تعمل بيها اعمل بيها، ما حبيتش تعمل بيها خلاص. السبب الأول اللي أنا بقولك عليه ما تبدأش دروس دلوقتي في شهر 8. السبب الأول إن موقع وزارة التربية والتعليم حتى الآن ما نزلش ولا كتاب. انا نزلت كتاب العربي، بس الكتاب ده منزلش على موقع وزارة التربية والتعليم. في موضوعات للرياضة نزلت، وكل شوية تشوف مثلا كتاب التاريخ نزل، كتاب الرياضة نزل، مش عارف ايه نزل. انا بقول لك ان مفيش اي حاجة نزلت على موقع وزارة التربية والتعليم. الموقع زي ما هو لسه داخل عليه حالا دلوقتي، زي ما هو كتب بتاع الترم التاني السنة اللي فاتت موجودة زي ما هو 2025 2026، ومفيش أي تحديث. مع إن الوزير قال مع أواخر شهر 7 هتلاقوا المناهج كلها نزلت، وبسم الله ما شاء الله مفيش حاجة نزلت. تمام، الكتب اللي أنا بجيبها أو جبتها حتى الآن بجيبها من جروبات على التليجرام، لكن كموقع منزلش حاجة. طب ده معناه إيه؟ معناه إن ممكن جايز، وده أكيد، إن ممكن عادي كتاب ينزل على التليجرام أو الوزارة نفسها تنزل كتاب ويتغير تاني عادي. بس لو مش الكتاب كله هيتغير، يعني هيتغير موضوعات فيه. زي مثلا مادة الرياضة نزل فيها موضوعات من أسبوع أو 2، امبارح بالليل نزل موضوعات تانية خالص. شفت؟ طالما الوزارة ما نزلتش الكتاب بتاعها على الموقع بتاعها ولسه مش متحدث، ممكن تغير الموضوعات في أي وقت. تمام؟ دي أول نقطة. تاني نقطة، لسه بدري، انت مستعجل عليه. انا بقول لك اهو لسه بدري، انت معاك سنة طويلة مستعجل عليه. ده تاني سبب واهم سبب فيهم. انت ايه اللي مخليك مستعجل؟ انت كده كده المنهج بتاعك هيخلص، وهيخلص بدري جدا كمان. تالتة سنة وبتخلص منهجها في شهر 1 وشهر 2، فانت هتكون زيهم، هتخلص منهجك بالكتير في شهر 2. معاك 4 شهور تراجع مرة واتنين وتلاتة وأربعة. تمام، فالمنهج كده كده هيخلص بدري. تمام. السبب التالت، هتقول لي ما هو يا مستر كل بدأ في شهر 8. أقول لك لا، مش كله. في طلاب كتيرة لسه مبدأتش في شهر 8 وتبدأ في شهر 9، وفي مدرسين كتيرة مش هتبدأ في شهر 8 وتبدأ في شهر 9. أنا بشوف التعليقات عندي لما بتكلم في موضوع الكتب ده والحوارات دي، بلاقي عدد كبير من الطلاب بتقول كده كده يا مستر المدرسين عندنا هيبدأوا في شهر 9. كده كده لاقي حد بيقول الأستاذ بتاعنا هيبدأ في شهر 9. وفي ناس بتدي دلوقتي عادي، وفي برضه ناس بتبدأ في شهر 9. فموضوع مثلا انك تبدأ دروسك في شهر 8 ده رخم شوية. اصل انت سنة شهادة. يعني مثلا حتى المدرس اللي بدأ دلوقتي في شهر 8 هتلاقيه جه في شهر 9 وفتح مجموعات جديدة، فتح مجموعات لناس هتبدأ معاه من شهر 9. وهتلاقي نفس المدرس تاني فتح مجموعة تالتة لناس هتبدأ معاه في شهر 10. محدش هيقول لي رزق، لا. أحسن تفكر لا ده مستر مش هلاقي مدرسين تديني كده، لا هتلاقي. انت لما تروح سنتر وتقول لهم مثلا ايه، انا لسه هبدأ مثلا في شهر 10، هيقول لك لا ده انت متأخر. لا، مش هيقول لك، يقول لك تعالى نفتح مجموعات جديدة، تعالى تعالى يلا. حد يقول لي رزق؟ لا. فاهمني؟ انا اعرف سناتر، بص، تبدا معاك في اي وقت انت عايزه. في اسكندريه اعرف حد في اسكندريه قال لي في السنتر احنا بنروح 2 3 في السنتر، نقول لهم يمين شمال زي ما اللي احنا عايزينه هما بيعملوه. ليه؟ لان السنتر عباره عن مكان بيجيب طلاب عايز يسترزق زي ما بيقولوا. تمام. انا كنت باخد درس عند مدرس، كنت كل مثلا ما اغيب من حصه او في درس مش فاهمه يقول لي هجيبك في مجموعه تانية بدأت معايا متأخر. فاهم انت؟ فعادي جدا نفس المدرس اللي هتاخد عنده في شهر 8 هتلاقي فتح مجموعات في 9 وتلاقي فتح مجموعات في 10. فما تقلقش من حاجة. تمام. زي ما قلت لك دي سنة طويلة هتخلصها. يعني أنا مستعجل على الضغط قوي؟ يا عم افرح يا عم، انت مش هتشوف الأجازة دي تاني في حياتك. ابدأ في شهر 9 لسبب، حتى تكون المناهج نزلت وقلبك اطمن كده، وصفحة الوزارة نزلت المنهج وبصمت وقالت إن ده خلاص المنهج.
ساعتها بقى انت تبدأ وتطمن. لان معظم الطلاب اللي بيذاكر دلوقتي في شهر 8 مقلقين، يعني خايفين يذاكروا ويتعبوا فعلا، ويجي مثلا الموضوع ده يتغير. انا حاطط نفسي مكانك، بس انا مش حمل ان انا اذاكر موضوع وابص اجيت لغى. انا مش حمل كده، انا هيجي لي شلل لو حصل كده حرفيا. ايوه موضوع يفرق معايا، سطر كده لو انا ذاكرته ولقيته اتلغى انا ممكن اتشل. فعشان كده بقول لك ابدأ في شهر 9 تكون المدارس بدأت، المدارس 12/9. تمام. وطالما بدأت المدارس لازم قبل المدارس بأسبوع كل الكتب تكون موجودة على موقع وزارة التربية والتعليم، والموقع يكون اتحدث 2026 2027. تمام. كده الفيديو بتاعي خلص، واي حد عايز اي حاجة تاني يسألني في التعليقات، وانا بتابع الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على جوجل. تمام. لو انت عايز مفيش مشكلة اكتب على جوجل وزارة التربية والتعليم الكتب الإلكترونية، أول موقع هتدخل عليه هتلاقيه هو ده. تمام. وإن شاء الله يعني لو في أخبار جديدة أعرفكم عليها. بس دي كانت نصيحتي، بلاش تستعجل. انت معاك سنتين ورا بعض. انت أول ما تمتحن في شهر 6 تانية بكالوريا هتلاقي مثلا الامتحانات خلصت في شهر 7، هوبا تم فتح باب الحجز لتالتة بكالوريا، وعلى الله حكايتك يعني. عشان كده بقول لك اتقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.